ما شاء الله تبارك الله. شلون الشغل درجة أولى. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا هالصوت مختلف لأن جربنا الدي جي آي مايك 2 ومنه هيك إن شاء الله راح نستخدمه بكل الفيديوهات والفلوقات أو أي مراجعة إن شاء الله. اليوم عندنا منتج صار مدة داري أخذه، بما أنه أخذت المايك 2 نستعرضه مباشر. شنو رأيكم؟ مو أفضل؟ طبعا المنتج هو دي جي آي أوزمو أكشن 5 برو الكومبو أدفنتشر. يلا نشوفها سوا. يا الله، بسم الله. طبعا أنا طلبت النسخة الأدفنتشر كومبو لأن تجي بها هذه العصا مال التصوير بالإضافة إلى بطاريات 3، يعني بالمجمل 3 بطاريات والحافظة مال البطاريات. سعرها يفرق أكيد، بعدين نحكي بالسعر. نجي للتفاصيل. طبعا حسب اللي شفته انه هي حاليا هذه افضل شيء موجود بالسوق بالنسبه للمنافسات. انا بالبدايه كان عاجبني الجو برو، بس بما انه ماخذ الدي جي اي مايك 2 فافضل لي اخذ هذه، لان المايك يكنك مباشره. هاي واحده من الميزات اللي بيها. افضل من ما اشتري اكسسوارز خاصه بالجو برو هوايه، بالعادة تسهل هواي شغلات. طبعا مذكور التفاصيل، تجي بها الكاميرا بالإضافة إلى بطاريات 3 وحافظة البطارية، بالإضافة إلى هذه 1.5 متر العصا مال التصوير، ومفاتيح 2 اللي تشد براغي، وهذا الكفر حتى يحميها للكاميرا، بالإضافة إلى هذه الماغنتيك 2 مال يعني مو برغي وتشده، سهولة بالاستخدام انه هذا مغناطيس مباشرة، بالاضافة الى كيبل تايب سي. ويعني هواي تفاصيل هسه نستعرضها سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نجي نفتحها منها. بسم الله. سبحان الله، طفت الكهرباء. يا الله، نرجع نكمل. هسه رجعت الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباكيت مال الاكسسوارات، هذا اللي بيه الكاميرا. شوف شنو بيه. هذه العصا مالتها، بعد ماكو شي. شمرة هذا هنا. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. شلون الشغل درجة أولى. يا أخي شغلهم مبين الجودة. إذا تشوفون أو لا، أو الإضاءة زينة أو لا. يلا هسه هاي نكمل. نجي للإكسسوارات. بسم الله. هذه المغناطيس تجي، يعني مو برغي والشدة، تقدر بسهولة. مغناطيس وكليبات، هذين اثنين شغلة راقية جدا. هذا كيبل تايب سي، واخيرا مو يو اس بي. هذه الحافظة مال البطاريات، نحيفة كلش، بطارياتها صغار. من هنا نشوف ايش قد بيها شحن. بس اخليها ان شاء الله على الشحن. 1950 ملي امبير. مكتوب انه بالظروف العادية، يعني اذا مو درجة حرارة عالية او برودة عالية، تكفي الشحنة الوحدة بالبطارية تكفيك 4 ساعات تصوير، وهالشي ممتاز يعني كلش. شوف شنو بعد بيها. هذه لزقات، هذه ايضا لزقات مال دي جي اي. هذا الكتالوج
ما حد يقرأ. نجي ناخذ الأساس. يا بسم الله. هذه هي الكاميرا، صغيرة كلش. واحدة من الأسباب اللي خلتني أشتريها أنه حجمها صغير، يعني أنت وين ما كان تستخدمها، بالإضافة إلى أنه بيها مقاومة للمي لحد 20 متر جوا المي، فشي راقي جدا. تصور 4K على ال 120 فريم، شي ممتاز كلش. وسعرها كذلك أنسب من الكاميرات الاحترافية، وأرخص من الأوزمو بوكيت أكيد. هذا الحافظة مالتها حتى بسم الله. هذين البراغي، هذا التعلاقة مال خوذة وهاي التفاصيل. هاي اللزقات. هذا الكليب الثاني. شو أبالك أصغر أو نفس الشي؟ أي أصغر شوية من هذا. هذه الحافظة حتى ما تنكسر تحافظ عليها، يعني ما أعرف ألمنيوم أو بلاستيك، ما متأكد صراحة، بس مبين قوية يعني. هسه نجي نشغلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا منفذ التايب سي مالتها. ها ما مخلين باتري، مخلي الباتري مالتها. لحظة. بسم الله. هذا زر مال التشغيل. يعني أنا أتمنى ما أطول الفيديو، بس إجباري. طبعا بيها الحلو شاشتين، شاشة أمامية وشاشة خلفية، تحكم كامل بهاي الشاشة وبهاي الشاشة أيضا. ضبط التاريخ، اليوم 30/7. أوكي. حاليا الساعة 10. 30 دقيقة بالضبط. صوتها حلو. في ساعة 10:30 هسه ضبطها، بس ما أعرف PM أو AM. نحاول نغير اللغة. شنو مشكلة؟ بعدين ندوخ بيها مال اللغة، نترجم ونحولها، مو مشكلة. هاي العدسة. بسم الله. هذا أني إن شاء الله ناوي هيك التصوير راح يكون كله بيها. بيها ديجيتال زوم، أكيد ما راح نحتاجه. الحلو الشغلة الحلوة اللي لخ بيها، يعني أكيد أنا راح أسوي فيديو لاخ عليها إن شاء الله بعد الاستخدام بشهر أو أكثر، شوف توفيق من رب العالمين. إنه بيها يعني تثبيت مال الأفق، بحيث إذا تفرها هيك وهيك وأنت خالي الجمبل لحد 45 درجة تبقى الصورة ثابتة ما تتغير. يعني هذا واحدة من الشغلات اللي قرأت عنها، فراح أجربها إن شاء الله وأقول لكم كل التفاصيل مستقبلا. المهم شي على شي، إن شاء الله خير. إنه هذه كلش كانت بنفسي صراحة أخذها، والحمد لله والشكر الله وفقنا وقدرنا ناخذها. ما عندي شي أقوله، ما ردت أطول الفيديو أكثر. إن شاء الله ما أطال. يلا نشوفكم على خير، في أمان الله.
نسيت شغلة الأخ. بالنسبة للسعر، يعني أنا هنا ببغداد لقيت هواية أسعار مختلفة، يعني بالنسبة للبيجات اللي من أربيل والبصرة وبغداد كذلك. الأسعار تتراوح من 635 ألف ولغاية 780 ألف، يعني أسعار جدا مبالغ فيها بالنسبة لل 780 ألف، وأكو 900 ألف ما أعرف شنو السبب. بس الحمد لله والشكر لقيتها بواحد من البيجات كان مسوي عليها عرض بسعر الشركة. هو سعر الشركة مال الكومبو 450 دولار، يطلع 630 دولار، 630 ألف. فهم يبيعونه بهالسعر، انه 630 ألف مع التوصيل صارت 635 ألف. هذا كل شيء. يلا ان شاء الله ما نسيت شيء، ونشوفكم على خير في امان الله.